السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم اخواتي في الله مع الكورة مع تمراز. سبب تأخيري في حوار حسين الشحات، كنت عايز أعرف القصة كاملة، كنت عايز أعرف إيه اللي حصل، والحمد لله توصلت للي حصل كله، وهنقدر نتكلم في نقط معينة. أولا، هل موقف حسين الشحات كان غلط؟ هل الموقف اللي عمله كان غلط؟ طبعا كان غلط، وده شيء مفروغ منه. فاحنا لو هنعتذر عن الموقف اللي حصل وليس للشخص، يعني احنا هنعتذر عن الموقف ده حصل وظهر على الشاشة، بس مش هنعتذر لمحمد الشيبي. لان محمد الشيبي ببساطه غلط في حسين الشحات، غلط في والدته وغلط في زوجته. وده لو عايز تتاكد منه اتفرج على اعاده الماتش مره تانية على اليوتيوب. في الدقيقه 80 و42 ثانيه هتلاقي في الماتش شغال، هتلاقي حسين الشحات بيقول للحكم الرابع: وانت مش عايزني اتضايق، ده غلط في والدتي وغلط في زوجتي. طبعا بالعقل كده، طبعا حسين الشحات مش هيبقى عنده نيه مبطنه او عارف اللي هيحصل بعد الماتش ان هو يروح يضربه بالقلم. فالطبيعي ان هو بيقول كده لان ده حصل. تمام. فقبل ما نتكلم عن اي حاجه، هنشوف في الفيديو بتاع زيدان وماتراتزي. طبعا زي ما احنا شايفين كده، لما ماتراتزي غلط في اخت زيدان، زيدان بعد عنه وقام جاي عامل نطحه الشهيده بتاعت محمد بتاعت زيدان. والناس كلها قالت ان زيدان غلطان ان هو عمل كده، عمل الموقف ده، بس محدش طلب منه الاعتذار، ومحدش طلب منه الاعتذار لماتراتزي، لان هو فعلا ماتراتزي ثبت ان هو غلط في اخت زيدان. فده كان موقف زيدان، وكلنا الناس كلها في الوقت ده في كاس العالم 2002 كله كان بيقول زيدان كان عنده حق، ما هو طبيعي لو حد يغلط فيا وحد يغلط مش عارف ايه، وده اللي حصل في كاس العالم، بس الموقف بتاع زيدان كان غلط. فاحنا زي ما قلت لك، احنا هنعتذر عن الموقف وليس للشخص. تمام. بعد الفيديو ما انتشر، شفنا بقى صياح جامد قوي على السوشيال ميديا وعلى قناه الزمالك، وكله بيقول ان حسين الشحات يتشطب، وان هو غلط، وان هو المفروض يتعاقب، وان هو يتوقف في نشاط الكره عنده، وان هو ما يلعبش كره تاني. يا جماعه، احنا شفنا باهر المحمدي مع محمد هاني لما ضربه بالقلم وقام رافع ايده عشان يضربه تاني. تمام. محدش طلع يتكلم، وبالعكس كان في ناس تقول لك شفت الغيره بتاعت اللاعب عن النادي بتاعه، شفت الغيره بتاعت اللي عنده غيره وعنده حماس، وان هو وان محدش قال ان باهر المحمدي غلط من الناس اللي بتقول ان حسين الشحات غلط. ده طبيعي يا اخوانا، طبيعي. حالا انت راجل، حالا غلطت في والدتي وغلطت في مراتي، فكان رد فعلي ان انا عملت معاك كده، بس هو الموقف ذات نفسه غلط. ومحدش يقول لي اصل هو لاعب مغربي، لا، هما اتنين لاعيبه الكوره بيلعبوا في دوري. ده بقى لاعب، ده بقى لو كان مصري، لو كان افريقي، لو كان من شمال افريقيا، كان من اي مكان وحصل الموقف ده، كان هيبقى نفس رد الفعل. انما احنا بحالنا ما بنتكلمش اذا كان هو مغربي او غير مغربي، احنا بنتكلم حالا عن الموقف اللي حصل. فيا جماعه، يا ريت بس نهدى شويه على حسين الشحات. هو نعم، هو الموقف، انا ما قلتش ان حسين الشحات ما غلطش في الموقف، انا بقول لك ان حسين الشحات غلط في الموقف اللي عمله. فاحنا هنعتذر عن الموقف ومش هنعتذر عن الشخص. وزي ما قلت لك ان يا جماعه، اللاعب محمد الشيبي من ماتش السوبر في الامارات، وهو عنده حركات استفزازيه لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ولو شفت الماتش وعدت واتفرجت عليه اكتر من مره هتلاقي الاستفزازات كلها للعيبه واستفزاز للجماهير، وتقعد قلت للجماهير انتوا قد كده يا جماعه ما فيش كده، يعني معلش، انت بتتكلم عن جمهور النادي الاهلي. يعني لو نتكلم في جمهور النادي الاهلي في مصر بس، ثلاث ارباع جمهور النادي الاهلي، ثلاث ارباع جمهور مصر بيشجعوا الاهلي. ودي حقيقه علميه مش هنقعد نتكلم فيها ومش نخش في المناوشات بقى ويقول لك اصل هو كتير وشويه صغيرين، لا، هو ده الواقع وده الفعل. ونشوف على اي استفتاء، نشوف على اي حاجه، هتلاقي ان الجماهير النادي الاهلي ما لا يقل عن ثلاث ارباع جماهير مصر. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، انا شفت فيديو مستفز قوي لبنت اسمها حاجه الكردي، مش عارف اسمها ايه، كانت بتعمل فيديوهات، فلما الريتش لقيته وقع. لقيت لك احنا نعمل ايه؟ احنا نغلط في النادي الاهلي ونغلط، احنا زملكاويه وبرضه في النادي الاهلي، وبطلع اقصف جبهات وكلام من اللي هو ملوش لازمه. نشوف الفيديو مع بعض كده. طب لما هو كان بيدافع عن شرف مراته، ليه راح باس راسه وهو خارج من اوضه اللبس قدام الصحفيين وقدام الناس كلها؟ ولا هو يعني شرف مراته بيبقى في الملعب بس، لكن واحنا خارجين في اوضه اللبس بننسى الشرف؟ بالظبط كده، زي ما انت حضرتك شفته، بتقول لك هو انت لما هو غلط في حسين الشحات وغلط في مراته، والكلام انت سمعته على السوشيال ميديا على اللي هي قالته ده، هو الشرف بيبقى في الملعب وبره وفي اوضه اللبس بنسيب الشرف في الملعب. ما فيش كده يعني. الكلام كلام موضوعي، كلام منطقي، ما تتكلميش كلام ملوش اي لازمه في الحياه.
فيا جماعه نقول ان حسين الشحات غلط في الموقف، بس محمد الشيبي غلط اكتر منه، ان هو غلط في اهله وغلط في مراته يا جماعه، وده رد طبيعي، رد فعل طبيعي لاي حد. هنتكلم بقى الكلام اللي هو الثبات على المبدأ بتاع نوشة يعني. يا عم في مثل بيقول لك ايه يا عم، انا اقول معلش بس ما حدش يقول لي معلش، وده اللي حصل مع حسين الشحات. انا يا عم انت غلطت فيا وانا قمت لازعك بالقلم، تمام، وبعد كده قلت لك معلش. ده كلام اللي هو ايه، كلام اللي هو كلام الثبات على المبدأ يعني. انت غلطت فيا، فانا قمت ضربك قدام الناس واعتذرتك قدام الناس برضه، بس خدت حقي، تمام. فيا ريت يا جماعه بس ايه نبقى عندنا، يعني عايز اقول في الكلمه كده، عندنا ايه، ثبات نفسي كده، اللي هو يعني ايه، ما تقوليش اصل ده غلط، تمام، والباهر المحمدي ما غلطش. ومش هنتكلم، مش هنضطر على اي حوار تاني. ومش هنتكلم عن شيكابالا، قال لك قانون ساكسونيا، كابتن شيكابالا كفايه لقطات بقى، والله ده انت يعني اكتر واحد بتاخد اللقطه. رحت مضيت للاهلي، وعشان تبرر لنفسك انك مضيت للاهلي، راح تقول لك اصل أنا رحت التدريب بفانيلا بيضاء وما كانتش مقصوده. يا عم سيبك من الكلام ده كله، انت رحت مضيت الاهلي، وانت اللي رحت العدل الجاي عشان تمضي مع الاهلي لما كان حصل مشاكل بين معاك في مجلس الاداره. لما تقعدش تقول اصل قانون ساكسونيا وقانون ساكسونيا ومش عارف ايه، الراجل اللاعب اتوقف ماتشين وغرم 20,000 جنيه، والنادي الاهلي ما سكتش، اما غرمه 300,000 جنيه. فاللاعب اتعاقب وراجل متقبل العقاب، مفيش اي مشكله. بس احنا بنتكلم ان الحوار كله يا جماعه مبني ان انا غلط فيا وفي اهلي وفي امي وفي زوجتي. فالطبيعي ان انا راجل عندي ذره عندي بجنيه وربع شرف، هغير وهتضايق وهضربك وهعمل اللي انت عايزه، لانك انت راجل ما انتش محترم. ما تقولش اصل ده سائر الكره المصريه والكلام ده كله، والكلام اللي ملوش لازمه ده. يا جماعه هو الموقف حصل في مصر، كان حصل في الامارات، كان هيبقى نفس الوضع. ولما حسين الشحات طلع اعتذر عشان الراجل ده عندنا احنا في مصر. انما لو كان هو بيلعب في المغرب، وكنا نلعب ماتش مثلا بره المغرب، بيلعب مثلا في الامارات، بنلعب في السعوديه، وحصل نفس الموقف ده، كان حسين الشحات ده يعمل نفس الحاجه دي وما كانش هيعتذر. بس هو اعتذر عشان الراجل ده موجود عندنا في مصر، مش اكتر من كده. لحد هنا تكون انتهى حلقتنا. ولا زي ما قلت لك، لو عايز تتاكد من اللي حسين الشحات قاله، الدقيقه 80 42 ثانيه في الماتش شغال، علي الصوت بتاع التليفون او علي الصوت بتاع الصب بتاع الكمبيوتر، واسمع بالظبط كده في الدقيقه 42، الدقيقه 40 و42 ثانيه هتلاقيه بيقول للحكم، وانت شايفني انا متضايق ليه؟ انت ما شفتوش هو بيغلط في زوجته ومراتي؟ اتفرج عليه واعرف. وعشان ما نجيش على حسين الشحات بالاكتر من اللازم، هو غلطان في الموقف وليس غلطان للشخص. وافضل مصر برضه ان انا لو هعتذر لحسين الشحات، يعتذر عن الموقف اللي حصل، ما اعتذرش للشخص ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.